هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم بخير. الريفيو النهارده عن الباودر بتاعت انشانتر. بقيت ريفيو عن البودي لوشن بتاعها، فتابعوا الفيديو وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا علامه الجرس عشان يجيلكم اشعار نزلت فيديو جديد. يلا بينا نشوف الفيديو. بنات عن الباودر بتاعت انشانتر دي، كنت انا عامله فيديو قبل كده عن البادي لوشن بتاعها. ده بريحه الزبار وزبده الزيتون، هو نفس الريحه بالظبط بتاعت اللوشن، هو مش مكتوب عليه كده بس الريحه بتاعتها انا عارفه جايبه الاثنين نفس الريحه بالظبط. طبعا زي ما انا قلت في الريفيو اللي فات ان البادي لوشن نفسه ضعيف، يعني لما بتحطيه ما بيثبتش جامد على الجسم او كده، فانا كنت بقوي الموضوع ريحه البادي لوشن، لان انا مش متعوده ان البادي لوشن تحسيه ان انت لما بتحطيه ويدوبك نص ساعه ولا ساعه وتحسي ان ريحه الجلد بقت عاديه. هو بيدي نعومه شويه بس برضو مش باللي انا كنت يعني او باللي انا المنتجات التانية اللي انا كنت عامله عليها ريفيوهات بستخدمها. طبعا زي ما انا قلت ان الحاجات دي بتبقى بتستخدمها جوه البيت، يعني الروايح لو انت حابه الروايح النفاذه تبقى جوه البيت. بالنسبه للباودر ده 250 مللي، نص كميه البادي لوشن. بصي هي بيبقى العبوه بتاعتها كده، تمام. انا بستخدمها ازاي؟ انا بحط البادي لوشن، يعني ده استخدامي انا بستخدمها ازاي. انا بحط البادي لوشن عليا وبعد كده بحط البودر على جسمي وابدا اوزعه كده. طبعا هي ريحه حلوه جدا، يعني هي ريحتها حلوه جدا، بس طبعا كثبات لا مش قد كده بالنسبه لي انا. في ناس يعني انا كنت بكلم واحده صاحبتي قالت لي ان هي من البادي لوشن او الكلام ده كله فبتتحسس من الحاجات اللي هي الليكويد شويه، فكانت بتستخدم ده. بس طبعا مع الحر زياده او لو هي البنت مثلا بتعرق بزياده او الحاجات دي ممكن يعجن معاكي مع الحر، فطبعا ده ملمس اصلا انا عن نفسي ما بحبهوش. فانا اكتر حاجه يعني انا بالنسبه لي اكتر حاجه استخدام ليها هو ان انا بحطه على البادي لوشن بس كده. بالنسبه للروايح، في منه روايح كتير جدا، هم عاملين كولكشن كتير ونازل كمان ده الشكل بتاعي القديم لانه كان عندي من فتره، في نازل منه اشكال، يعني شكل العبوه نفسها اختلفت دلوقتي، موجود في كل الصيدليات والمحلات بتاعه الميك اب متوفر. يعني طبعا هو على الرغم ان هو مستورد بس انا مش حاسه ان هو ثباته زي ثبات الحاجات التانية المستورده. بس وده كان ريفيو النهارده، ويا رب يعجبكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا علامه الجرس عشان يجيلكم اشعار ان انا نزلت فيديو جديد. باي باي.